لو بتحب سيدنا النبي ما تقلبش الفيديو ده واتفرج عليه للاخر. انا بقول لك وحياة سيدنا النبي، ده نبيك وشفيعك يوم القيامة، نبيك وحبيبك وشفيعك اللي يوم القيامة كل الانبياء هيقولوا نفسي نفسي الا هو هيقول امتي امتي. وكل ده عشان بس يطمنك ويقولك ما تخافش انا جنبك وشفيعك صلى الله عليه وسلم. فانت اوعى تقلب الفيديو ده غير لما تاخد مني الدعوة دي، وامان عليك لا تعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد منكم وكل الناس تدخل تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت في الكومنتات. وانا بقسم لك بالله ان الفيديو ده ما ظهرلكش كده صدفه. وقبل ما نبدا الفيديو واقول لك ايه هي الدعوه اللي في اخر الفيديو، خلينا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاول. وخليني اكد لك ان ربنا سبحانه وتعالى خلاك فتحت المقطع ده دلوقتي عشان عالم بحالك وعالم بكل اللي انت بتمر بيه وبكل الحزن اللي مالي صدرك ومحدش غيرك يقدر يتحمله. فربنا جعلني انا ادعي لك الدعوه دي النهارده، وبامر الله الدعوه هتكون مستجابه. دعاء على لسان حد لا تعرفه ولا يعرفك، فثق في الله ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وانك بينك وبينه عمار كبير، واختارك انت بالذات عشان عايز يطبطب على قلبك بالدعاء ده. وقبل ما تعدي الفيديو ده كده تعالى اقول لك ايه هو الدعاء ده. اسمع الدعاء اللي بيجمع لك كل الامنيات اللي انت بتتمناها سواء في الدنيا او في الاخره. تعالى اسمع الدعاء وانت كل اللي عليك انك تقول ورايا اللهم امين يا رب العالمين. واسألوا الرحمن فإنها أيام مباركة. اللهم إني استودعتك السكينة في قلبي، اللهم إني استودعتك لا إله إلا الله فذكرني بها في كل وقت وحين. اللهم إني استودعتك مالي وأهلي وأولادي وما أملك وما يملكون فاحفظهم برعايتك واحميهم برعايتك. اللهم إني استودعتك لساني فاجعله رطبا بذكرك في كل آن وحين وألجمه من أن يخوض ما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم إني استودعتك نفسي فأنزع عنها كل ضيق وكل ما لا يرضيك. اللهم إني استودعتك صحتي فاحفظها حتى ألقاك. اللهم إني استودعتك قلبي فانزع عنه كل الخوف إلا الخوف منك واجعله وعاء لحبك وعلمك واكسيه من خشيتك. اللهم إني استودعتك سمعي وبصري وجميع جوارحي فاملأهم نورا وزدهم إيمانا يا الله. اللهم إني استودعتك دنيتي فاصرفها لك واحفظها من الرياء يا الله. اللهم إني استودعتك صدري فاجعله منشرحا لذكرك في كل آن وحين وأنزع عنه وساوس الشيطان الرجيم. اللهم إني استودعتك خاتمتي فأحسنها. اللهم إني استودعتك قبري فلا تجعله حفرة من حفر النار وآنسني في وحشته فيه واجعله روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم إني استودعتك محشري فاجعله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إني استودعتك ميزاني فأثقله بما شئت لا بحسناتي فأنت أهل الجود وأهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إني استودعتك وجهي فبيضه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم إني استودعتك نفسي عند عبور الصراط فاملأه بالنور التام واجعله عليك عبور البرق. اللهم إني استودعتك مدخلي إلى الجنة فاجعله بجودك وفضلك وكرمك لا بعمل يا الله. اللهم إني استودعتك المزيد فلا تحرمني يا رب من أن أكون من أهل المزيد ومتعني يا رب بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني استودعتك ما بقى لي من العمر فاجعله في رضاك وطاعتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يكون الحساب. رب لا تضرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استنوا رايحين فين؟ لو وصلنا لاخر الفيديو خلينا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت في الكومنتات. وبمناسبه الايام الكريمه والشهر المفترج اللي احنا فيه يا ريت كل الناس تدعي دعوه حلوه من القلب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والكومنت والشير عشان يوصل لاكبر عدد منكم. واكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي عن ايه.